في هذا الامتحان. هذه النقطة الأولى. ما أود أن أشير إليه هو أن الله عز وجل اصطفاكم وأكرمكم بهذه النعمة التي هي نعمة النجاح. من بين كان عندنا 380 مترشح، الله عز وجل اصطفاكم واختاركم لتكونوا سفراء في الجامعة. فإن شاء الله تحمدوا ربي سبحانه عز وجل على هذه النعمة التي اصطفاكم بها. مش قبل البكالوريا تصلي وتدعي في ربي تروح للجامعة تنسى هذه النعمة وتجحدها، وبالتالي ما كنت عليه واصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حنتكلم عليها هو أن تكونوا خير سفراء لعائلاتكم. الآبائكم وأمهاتكم راح يديروا فيكم الثقة ويخلوكم تروحوا للجامعة، فكونوا خير سفراء لهم وتكونوا في أمانة تامة. لماذا؟ لأن آبائكم وأمهاتكم محتاجين شهادة زائد أخلاق وعزة وشرف، وبالتالي لا تهدروا كرامتكم وأعراضكم في الجامعة. وإن شاء الله تكونوا خير السفراء لتشرفوا العائلات نتاعكم وتشرفوا أنفسكم. وأوصيكم بجودة التكوين. ما المقصود بجودة التكوين؟ هو أنه إذا رحت في الاختصاص اللي راك حابه ماذا بك تبدع فيه، إذا وجهت في تخصص غير التخصص ما تعيشش في الحزن، لازمك تتقبل الوضعية اللي راك فيها وتخلص العمل لله عز وجل وتحاول تتخرج بأقصى الجهود وقمة في التكوين. حديث الساعة، يعني الطلبة المفروض راهم مقبلين على عملية الاختيار بداية من الساعة 3 مساء، بداية من اليوم إلى غاية 27 من نفس الشهر. لذلك أنا دائما نقولها، قلتها العام اللي فات وقبله ونقولها العام الجاي وبعده، أنه أحسن اختيار أنك تتفوق في أي اختيار. أحسن اختيار أنك تتفوق في أي اختيار. ماناش راح نكونوا جميعا أطباء، ماناش راح نكونوا جميعا صيادلة، ماناش راح نكونوا جميعا معلمين. لذلك بالمعدلات تاعنا راح كل واحد راح يروح للمسار من مسارات التكوين وفق 15 ميدان تكوين توفرها الجامعة. لذلك الاختيار الأفضل هو أنك تكون متفوق. التفوق هذا ما يكونش في السنة الأخيرة، مش كيما البكالوريا ولا كيما مختلف الشهادات الأخرى. البكالوريا قادر واحد يروح للدروس الخصوصية في آخر لحظة يجيب معدل مليح بدون حتى الزملاء يتفاجئوا، حتى الأساتذة تاعو تاع الليسي يتفاجئوا. قادر يروح يدير تكوين في آخر لحظة يروح